في مباراة مؤجلة في الجولة 18 الأهلي بيفوز على الحدود بثلاثية نظيفة. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة ومع الملخص الكروي. الأهلي بيقترب خطوة جديدة نحو تحقيق لقب الدوري، وذلك بعد الفوز على حرس الحدود في مباراة مؤجلة من الجولة 18 بسبب انشغال النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا. المباراة اللي تألق فيها محمد مجدي قفشة وفاز بمان اوف ذا ماتش، تألق فيها تألق لافت بأسيستين لهدفين رائعين. الأهلي بيفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة. الهدف الأول هدف ذاتي، لاعب حرس الحدود بيحرزه نفسه من غرائب وطرائف الدوري، والهدف الثاني بيقدر يحرزه أحمد عبد القادر بعد تمريرة من قفشة بتصويبة رائعة جدا 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 من داخل منطقة الجزاء، والهدف الثالث بيقدر يحرزه محمد طاهر بعد أيضا تمريرة من محمد مجدي قفشة، علشان تنتهي المباراة بفوز نادي الأهلي على نادي حرس الحدود الذي هبط رسميا إلى الممتاز به. والأهلي يقترب خطوة جديدة نحو تحقيق لقب الدوري الغائب منذ عامين لحساب نادي الزمالك. اكتب لنا في كومنت وقول لنا برأيك مين هو رجل المباراة النهاردة ما بين النادي الأهلي وما بين حرس الحدود. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وكمان لايك للفيديو ده. تابعونا.